السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهاردة كده هنعمل تورتاية جميلة مقاس 20، شكلها حلو ورقيقة كده وكيوت في نفس الوقت. ويلا بينا كده يا حبايبي هنبدأ بالمقادير. معايا 3 بيضات، معايا ربع كوباية من المية، معايا ربع كيلو من الدقيق الاسبونج، واحط كده ايه معلقه صغيره كده من محسن الجيلي. طبعا دي الاسبونج دوت فيها الفانيليا وفي كل حاجه. طبعا ايه اهم حاجه كده تحطي محسن الجيلي عشان بيديها قوام حلو كده وبتنفش معانا وبتبقى طريه كده وجميله يعني. خلاص يبقى ايه 3 بيضات، ربع كوبايه من الميه، معلقه صغيره من محسن الجل، ربع كيلو ايه من دقيق الاسبونج. هقلبهم كده تقلبتين عشان ايه لما احطهم في المضرب ما يعفرش معايا ايه الدنيا يعني من الدقيق. كده احطهم في المضرب ونرجع تاني يا حبيبي هنشوف هنعمل ايه. تعالوا كده ايه بعد ما اتضرب معانا وبقى القوام بتاعه كده بالشكل ده، حطيته كده في الحله مقاس 20، بطنتها كده بالورق والسمنه وادخلها الفرن. تعالوا كده ايه احنا قلنا بقى ايه ن... نسرع بقى في الفيديو كده ايه عشان الفيديو ما يطولش معانا. وايه وبعد ما طلعتها من الفرن كده وبردت معايا، اهم حاجة التورتايه تبرد معاكي كويس يعني عشان تعرفي تقطعيها وتعرفي ايه تبقى حلوة معاكي ما تتورش منك يعني. تعالوا حطيت كده ايه حبة من الكريمة في طبق التورتايه عشان ايه التورتايه ما تتزحلقش منك يعني. واحط كده طبقة من التورته، وهسقيها كده ايه من الشربات الخفيف. واحط ايه طبقة كريمة. طبعا الكريمة دي حط ايه عليها معلقة كبيرة كده من ايه من الشوكولاتة، من جناش الشوكولاتة يعني عشان عايزة لون الكريمة تبقى حلوة كده وتدينا ايه طعم الشوكولاتة. احط كده الطبقة التانية بالشكل ده وهسقيها برضو كده من الشربات الخفيف. خلاص كده بالشكل ده. اهم حاجة تسقي التورتايه بالشربات عشان بتديكي طعم حلو كده وبتبقى طرية وتبقى حلوة يعني. وانتي بتاكليها يعني. خلاص واحط ايه طبقة كريمة كده بالشكل ده. اهم حاجة تسوي الكريمة كده وتديها حقها في الكريمة يعني عشان تبقى حلوة. واحط الطبقة التالتة. طبعا انا التورتايه مقاس 20، بقطعها كده على ايه 3 قطع. لو انتي حابة تقطعيها على 4 بس هتبقى معاكي الطبقة مش كبيرة يعني تبقى الطبقة رقيقة معاكي. فانا بعملها ايه ب3 قطع بتبقى حلوة وحجمها حلو وكبيرة وتبقى جميلة يعني. وتعالوا بقى ايه بعد ما حطيت الطبقة التالتة كده برضو حطيت لها كده ايه من الشربات الخفيف وهجلسها كده ايه بالكريمة فوق وجوانب وكل حاجة كده ايه مش هخلي كده ايه الكيكة بتاعتنا او التورتايه بتاعتنا ظاهرة يعني. اهو كده بالشكل ده. طبعا ايه آه جلسيها كويس جدا يعني بالكريمة بالشكل ده شايفين. اهو كده اهو. يعني ايه اديها حقها كده في الكريمه. تعالوا السكرافر كده ايه المشرشر دوت وايه وهساوي بقى ايه التورتايه كده في الجوانب. طبعا السكرافر ده بيدي شكل حلو جدا في التورتايه. المشرشر ده طبعا هو مقاسين، مقاس ضيق ومقاس واسع يعني. والحته اللي هتلاقي فيها ايه مش مفيهاش كريمه حطي وساوي برضه. وكده ايه سويناها كده وظبطناها وايه وظبطنا الطبق كده ومسحناه عشان تبقى التورتايه حلوه كده وجميله معانا. تعالوا بقى ايه معانا الشوكولاته او الجناش بتاع الشوكولاته كده وايه وهنزين كده ايه الجوانب بتاعه التورته كده بالشكل ده. طبعا هي اللي طلبها مني طلبها ايه الشكل دوت يعني او بالشوكولاته يعني وكانت طلباها يعني. خلاص اهو كده بالشكل ده وايه وهنعمل التورتايه كلها بالطريقه دي. اهو. طبعا الشوكولاته جميله جدا. طبعا انا قلت لكم قبل كده هنجيب الشوكولاته الخام هنحط عليهم معلقتين لبن حسب الكميه. لو انت هتعملي كميه كتيره زودي اللبن، لما تعملي كميه قليله على حسب يعني. طبعا ايه ونحط عليهم معلقتين لبن وعلى ايه بخار الميه كده وهنسيحهم يعني. وهيدينا بقى الجناش الشوكولاته الحلو اللي انتوا شايفينه دوت شايفين. تعالوا بقى ايه هنحط عليها كده ايه شوكولاته برضو من فوق بالطريقه دي وايه وبالراحه كده ايه بالمعلقه بالسكراف بتاع الكريمه برضو اللي عندك اعملي بيه. هينفع برضو كل حاجه عندك تعملي بيها وهتنفع وهتبقى حلوه يعني. تعالوا بقى بصوا هنساوي كده بالشكل ده. اهم حاجه تسويها كويس ما تخليش بقى الكريمه ايه تظهر معاكي في الشوكولاته يعني.
اهو كده بالطريقه دي. طبعا بعد ما حطيت الشوكولاته كده هحطها كده 10 دقايق في التلاجة لغايه ايه ما الشوكولاته تجمد معانا، وهنزوقها مع بعض. تعالوا بقى نجيب القمع بتاع البيتي فور بالشكل ده، وهنعمل الوردات الحلوه بالشكل ده. شايفين؟ اضغطي عليه واطلعي يعني اطلعي واضغطي كده، هيديك الورد الجميل اللي انتوا شايفينها دي. خلاص، اهو كده بالطريقه دي. شايفين؟ هي المفروض كنت عملت الوردات كده اللي جوه حبه في التورته، ما كنتش خليتها بقى ايه على حافه التورته كده عشان ايه ما هتتزحلق مني يعني. بس حلو، وكان شكلها جميل وتحفه وخطيره جدا جدا يعني. تعالوا بقى ايه، هنجيب الكريسبي بتاع الشوكولاته او البسكوت بتاع الشوكولاته اللي انتوا شايفينه دوت، وهنحط على كل ايه روزيتات كده اللي بتاعت الكريمه، واحط عليها واحده كده عشان تدينا بقى الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه دوت. خلاص. طبعا اللي كانت طالباها مني قالت لي اكتبي لي عليها اسم باسم يعني. طبعا كتبت عليها اسم باسم. وده طبعا لازم هنحزم التورتايه كده من تحت ايه بالروزيتات الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. اهو كده بالشكل ده. حزمي، اهم حاجه تحزميها كده عشان تدينا بقى الشكل الحلو النهائي اللي بنشوفه كده في التورت اللي احنا ايه بنشوفها يعني او بنشتريها من بره. خلاص اهو كده. اعملي الروزيتات ديت، كانت جميله وتحفه وشكلها حلو يعني، جميله جدا. وفنني يعني ايه، طلعي بقى البضع بتاعتك بقى وفنني بقى في التورت، والتزيين ده ايه براحتك انت يعني. تعالوا بقى ايه، هنكتب عليها اسم باسم. برضو بالكريمة يعني. عندك شوكولاتة بيضة اكتبي بالشوكولاتة البيضة. انا بصراحة ما عنديش، كتبت بالكريمة عادي يعني خالص يعني، هتبقى حلوة برضو وهتبقى جميلة. اهو كده هكتب عليها اسم باسم اهو بالشكل ده. هي كانت طالباها مني يعني ايه اكتب لها عليها اسم باسم. ودي كانت تورتايه بتاعتنا النهارده، كانت جميله وتحفه ورقيقه جدا وحلوه. وكانت جميله يعني. تعالوا بقى نجيب البسكوت الويفر دوت، هحط واحده كده واحده كده. طبعا انا كنت عايزه احط بين كل ورده هحط بسكوته، فايه الاسم كده هيتلخبط مني يعني. فانا حطيت ايه استكفيت بتلاتة كده، وبرده كانوا مدينا شكل حلو وكانت جميله يعني. ايه رأيكم بقى؟ كانت جميلة وتحفة وشكلها حلو جدا يعني. بصوا حطيت كده ايه حبة من الشوكولاتة، كانت ايه حبة كانت الكريمة ظاهرة معايا في الحتة ديت يعني، فحطيت لها حتة ايه شوكولاتة كده عشان تداريها يعني. ودي كانت التورتاية النهاردة او الاوردر بتاع النهاردة، كانت جميلة جدا وتحفة ورقيقة وتزيينها بسيط جدا ومقاديرها سهلة. وإن شاء الله هتعجبكم وهتعجب صاحبتها إن شاء الله. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير كده لأعمال إيديا مع أم كريم. بحبكم في الله أحلى متابعين. ومتنسيش اللايك من إيدك الجميلة فضلا منكم للتورتاية الجميلة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.